ويسعد لي اوقاتكم متابعين، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم وصفتنا هي اكلة الهريسة بنكهة البرتقال، وان شاء الله تنال اعجابكم، وراح امشي بطريقتها خطوة خطوة مثل ما علمتكم. ويلا نتبع المقادير. صبايا هلا هريسة بنكهة البرتقال راح اعطي مقاديرها، بس هي هريسة ما هي بسبوسة. مثل ما بتعرفوا البسبوسة لها طحين ولا بيض، مثل ما بيقولوا لها سبع كاسات. هي لا، بس على طاق السميد. وهلا رح احكي عن مكوناتها. بس هلا عندي هون ثلاث كاسات من السميد الناعم، واهم شيء تكون نوعية السميد تكون يعني نوعيته كويسة عشان يساعدكم على شغلك. هون عندي 3 كاسات ربع سميد ناعم، وهون عندي معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة كتير من الملح لتعديل الطعم. وهون عندي كاسة وربع من السكر. وهون عندي 3 كاسة من قطر الشيرة. قطر الشيرة أنا حكيت عنه من قبل، نزل طريقته كاسة بكاسة، كاسة سكر كاسة مي. وهون عندي كوب وربع من عصير البرتقال. وهون عندي معلقة من اللبن. وهون عندي معلقة ممسوحة صغيرة من الكربونات الصوديوم، مشان هلا انا ضحت كربونات الصوديوم مشان تعطيها لون حلو وبترفخ العجينة، يعني بتعطيها يعني شلون بدي اكون تخميرة كويسة، بتخمر تخميرتها منيحة يعني بتكون ان شاء الله. صبايا هلا انا رح انزل المقادير مثل ما حكينا عنهم. انا هون يعني السميد شيلته بالكاسات، يعني مقدرته تقدير. هلا مثل ما حكينا هون عندي 3 كاسات وربع من السميد، وعندي هون معلقة ممسوحة صغيرة كتير من الملح مشان تعديل الطعم مثل ما حكينا. اول شي رح نعمله بهالشكل عشان اذا فيها تكتلات او شي، مثل ما حكينا لازم تكون نوعية السميد ممتازة. هلا رح انزل السكر مثل ما حكينا كاسة وربع. صبايا هلا اللي بدها تقولي انه حلوة زيادة، لانه انا عندي بهالمرحلة والمرحلة اللي بعدها عندي كمان بدي احط قطر بتسقيتها والسمنة، رح احطها مع القطر، ما رح احطها معها مشان لما بدي اجي اخمرها ما يعني شلون بدي اقولكم تعطي هيك تكتلات كبيرة ما بتزبط معنا بتخميرها. انا رح احطها مع القطر على الساخن. هلا هيك انا عم بشتغل على البارد. هلا مثل ما حكينا عندي هون معلقة من اللبن مع الكربونات الصوديوم بتعطي هيك يعني تخميرة كويسة، يعني بتعطي للخليط هيك بتعطي ليونة كتير كويسة. مثل ما بتعرفوا اللبن مع كربونات الصوديوم او خميرة الخبز يعني بتخلي تتفاعل زيادة. هلا نزلنا اللبن، وهلا رح ننزل مثل ما حكينا كربونات الصوديوم معلقة ممسوحة مثل ما انكم شايفين. هلا رح انزل القطر الشيرة مثل ما حكينا، قطر الشيرة تلت كاسة من القطر، شايفين صبايا. هلا انا رح ابسها بس مثل ما بنبس الكعك. شلون بنبس الكعك؟ هيك بدي اياها مثل الرمل، شايفين؟ ما بدي اياها تصير تكتلات كبيرة، بدي اياها اضل افركها هيك، شايفين صبايا، لحتى تصير ناعمة. وبعدين رح انزل عصير البرتقال. صبايا العصير البرتقال فيكم يعني تستبدلوه بحليب بمي، بس انا رح انزلها بعصير البرتقال مشان يعني شوي اغير من طعمه. واذا كمان حبيتوا تضيفوا لها معلقه من حليب البودره اذا كان متوفر عندكم كمان حطوا له. وما بنصحكم ابدا تحطوا لها طحين، لانه مثل ما بتعرفوا الهريسه النبات، الهريسه اللي إلها قطر كتير هيبان بدها لا طحين ولا بيض مثل ما حكينا. شايفين صبايا؟ شايفين مثل الرمل اللي بدي اياها تكون. صبايا مثل ما انتم شايفين انا خلصت هلا بس الهريسة مثل ما حكينا بدنا اياها تكون بهذا الشكل. وهلا انا هون رح انزل العصير البرتقال، شايفين صبايا. هلا ايد عم تنزل عصير البرتقال وايد بهذا الشكل عم بحرك، ما رح ننزله فرد تنزيله. هلا صبايا تكون في مع الكربونات الصوديوم شي حموضة بتفاعل زيادة. هلا انا تخميرة رح اعيدها 6 ساعات تخمير
او اذا بتحبوا لتاني يوم كمان، بس بدك تغطوها تغطية كويسة ما يدخلها هوا ابدا. طبعا بتحطوها بصينيتها وبتحطوها بالبراد. اذا بدكم اياها لتاني نهار، لا بدكم اياها بعد 6 ساعات بتحطوها بتغطوها كمان وبتعيفوها بالبراد لبين ما نجهز القطر لمرحلة الثانية، وبعد 6 ساعات بنطالعها. شايفين صبايا؟ هلا خلص عندي هون البرتقال. صبايا هيك رح اضل مستمرة بتحريكه لحتى احس انه ما ضل شي تكتلات او ضل شي. شايفين صبايا؟ شايفين؟ من هلا صار يعطي تفاعل لانه ناجحة 100% الخليط. هلا رح اجي على مرحلة صبها بالصينية، ومثل ما حكينا بدي اخمرها 6 ساعات. بس انا هلا ما عندي وقت رح اعيفها لتاني نهار، بس انا حكيت يلي بده اياها بنفس اليوم. صبايا هلا انا رح اصبها بالصينية. عندي هون معلقة سمنة كبيرة حيطتها رح ادهنها، واذا حبيتوا تحطوا معلقة طحينة معها كمان بصير، بس لا تكتروا مشان ما يغمق ارضيتها تغمق. هلا انا رح ادهن الصينية بالسمنة. اذا حبيتوا تحطوا سمنة بدهن الصينية تحطوا سمنة مثلا عادية، وسمنة معلقة سمن عربي كمان بتعطي طعم كتير طيبة، او حيواني، او سمنة مثلا بتعرفوا طعمتها طيبة. رح ادهنها هلا الصينية ورح انزل الخليط. صبايا الهريسة لما بتكون ناجحة بدنا تكون حبة السميد تكون مفتحة، ما بدنا اياها تكون هيك مكبتلة على بعضها. يعني لما نجي بدنا نقسمها او نجي نصبها تكون مكبتلة على بعضها، هاي ما اسمها خليط ناجح ابدا. صبايا هلا رح انزل الخليط مثل ما لكم شايفين. شايفين صبايا بتعطي من هلا تفاعل تخمير الخليط. هناك شايفين. هلا صبايا نحن عنا مرحلة رح احكي عنها كمان مثل ما لكم شايفينها. هلا معلش هلا لو هيك عملناها لانه عنا مرحلة كتير ضرورية بالهريسة. صبايا الهريسة اهم شي هلا كون دخلها هوا لنطالع الهوا منها، بدنا اياها تكون ناجحة 100%، وبدنا اياها سطح كامل وحواف يعني متساوية بهذا الشكل بدنا نعمله. شايفين صبايا طالع الهوا كله عتتساوى. بدنا هاي الخبطة هيك. شايفين؟ هلا انا رح اغطيها. اخذت حجم متساوي وطلعت منها الهواء، رح اغطيها واحطها 6 ساعات بالبراد. ومثل ما حكيت انا بدي احطها لتاني نهار، واللي بده ل6 ساعات بالبراد، ورح ارجع لكم باذن الله بتكميل شوية بالفرن وشلون بدي اقطعها. لنا طريقة وتسقيتها القطر، ومثل ما حكينا انا على السمنة انا لسه ما حطيتها، بس حطيت بمرحلة الصينية ورح احطها السمنة بمرحلة القطر. ورجعت لكم متابعيني الكرام بعد ما طلعتها من البراد وتخمرت، وهلا رح ابلش اعطيكم شلون رح تكون، شلون رح اقطعها وشلون رح احطها بالفرن وعلى درجة حرارة وطريقة تزيينها. اول شي صبايا هلا انا هون زاد عندي من قطر الشيرة، انا يعني عرفت زيادة مشان بدي استخدمها بطريقة التقطيع، ويعني بدي ابل فيها السكين. هلا رح ابلش اول خطوة رح ابل ايدي هيك بالقطر وامسح وجهها مثل ما انكم شايفين. هذا مسحتها بالقطر تعطي لون كتير حلو، طبقة تانية للهريسة. طبعا صبايا هلا رح احضر كمان قطر مرة تانية تسقية الهريسة بعد ما تنشوى الهريسة بالفرن. هلا رح ابلش تقطيعها. شايفين صبايا رح ابلل السكينة بهاي الطريقة، اذا حبيتوا بالسمنة كمان ما في مشكلة بصير. لما عم نبللها ما بينكش شي من قلبها بيطلع معها، بتطلع ممسدة.
شايفين صبايا انا هلا خلصت مرحلة التقطيع، ومثل ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالمرحلة يا رب. وهلا رح احكي على طريقة تزيينه. صبايا التزيين اللي متوفر عندكم بالبيت، بتحبوا سمسم، بتحبوا تحطوا جوز الهند، بتحبوا تحطوا لوز، بتحبوا تحطوا جوز، انتو يلي بتختاروا حطوه. بتحبوا تحطوا فستق حلبي، اللي متوفر بالبيت. صبايا هلا مثل ما انكم شايفين انا خلصت مرحلة التزيين، عملتها بهذا الشكل. ومثل ما حكينا التزيين اختياري، ما يعني يكون ضروري نفس التزيين. صبايا هلا مشان ما لما عم نحط مثلا تبين اصابعنا فيها، انا هون حطيت عندي كيس نايلو، رح احطه بواسطة وراح اضغط عليهم، بس مو ضغطة ماكنة، ضغطة يعني عادية، منشان ما يصير لنا بايدينا هيك، يعني لما نجي عم نضغط عليها ما يصير على ايدينا هيك، يعني انه لمسات عليها، اذا بدنا شغل نضيف. مثل ما انكم شايفين بس ضغطة هيك بسيطة، مشان ما لما بدها تجي يعني تحطها بالفرن وتجي بدها ترتفع ما يطلعوا المكسرات لفوق. شايفين صبايا انا راح احطها على الفستق الحلبي. صبايا الفرن انا محميته مسبقا، اذا فرنكم قلبه بارد حطوه على درجة 200، واذا حامي حطوه على درجة 180. صبايا هلا انا حطيتها بالفرن مثل ما حكينا، انا حطيتها على درجة 180. وهلا رح احكي على القطر تسقية الهريسة. هداك اللي حكينا عليه الشيرة اللي حطيته بقلب الخليط شيء، وهذا شيء، هذا بده يكون شوي اسمك. هلا رح احط هون، هداك حكينا كاسة بكاسة، هذا عندي هون كاسة سكر، وعندي هون نص كاسة كمان سكر، صاروا كاسة ونص من السكر. وهون عندي كاسة مي رح احطها، وهون عندي رح احط ملح الليمون نص معلقة تقريبا، او بتحبوا حطوا عصير الليمون، وراح اطبخه على النار لحتى يغلي. صبايا نحن نكته يكون سخن النار، يكون هو عم يغلي ومطالعه الصينيه هداك الوقت كمان، ما بصير يعني ابرد القطر او ابرد الهريسه. راح ارجع لكم ان شاء الله بالمرحله اللي جاي. صبايا وهي خلصت عندي صينيه الهريسه وطالعتها من الفرن مثل ما انكم شايفينها، واخذت معي تقريبا 15 دقيقه. وهذا القطر كمان خلص، هلا طفيت عنه مثل ما انكم شايفين. هلا صبايا رح احكي انا على مرحله السمنه، لانه مثل ما بتعرفوا انه انا ما حطيت سمنه ابدا غير بالصينيه ارضيتها لما دهنتها. صبايا انا هون عندي معلقتين سمنه، شايفين صبايا؟ هذا القطر كله رح احطه، ما تقولوا انه كتير وهيك، لا مو كتير ابدا، لانه هاي اسمها هريسه، ما هي انه من البسبوسه اللي لها طحين او لها بيض. هلا هون انا مثل ما حكينا عندي معلقتين سمنه، رح ادوبهم هون مثل ما انكم شايفين، وراح احطهم مع هاي مرحله السمنه. متوفر عندكم سمن عربي حطوه، ما عندكم حطوا سمن كون طعمته طيبه. السمنه صبايا انا حطيتها بهاي المرحله بتلين الوجه، وبتعطي طراوه للهريسه، وبتعطي للسميده حقها. تمام. هلا مثل ما انكم شايفين انا رح ادوبها بالقطر، رح ابلش انزلهم فوقها. صبايا هلا مثل ما حكيت على القطر والسمنه، هون انا حطيت السمنه، ما حطيتها مع وقت الخليط، حطيتها هون مشان ما تعطي طعمة شوي زناخه، حطيتها هون. وهلا رح ارجع اعيد تقطيعهم، بس هيك يعني اعادة تدوير، منشان لانه وقت الخبز بترجع بتلم على بعضها، عشان لما بدي اصقيها تكون تشرب على السوا. صبايا هلا انا خلصت تقطيعها مثل ما انكم شايفينها، رجعت عدت عليها. وهلا راح انزل القطر والسمنه مثل ما حكينا، راح اصقيها كلها بهذا القطر ما انكم شايفين. صبايا ريحتها بتاخد العقل، لما يعني انا ريحتها شميتها مثل وقت بكون داخله عند حلواني ومثلا بطلب الهريسه، وهيك تكون ريحتها. وهي هي هريسه البرتقال بطعمتها. ما تقولوا صبايا انه كتير قطرة، رح تغبها كلها هاد ما رح تشوفوه، لانه مثل ما حكينا السميدة لازم تاخد حقها، مشان ما يصير كبتلة او يصير يعني هيك كلها تجمع على بعضها.
صبايا هلا مثل ما لكم شايفين خلصت انا وسقيتها وشربت كل القطر، بس حبيت افرجيكم انه ما ضل فيها قطر ابدا. هلا صبايا انا رح اقلبها على هذا الصحن، بس قبل ما اقلبها على هذا الصحن مشان بدي ما بتنقلب فورا على هذا الصحن، انا رح احط هون كيس بواسطته، رح احطه بهذا الشكل، رح احط صينية عندي اياها، ورح اقلبها على طرف هيك، ورح ارجعها على هذا الصحن. لكم شايفين هي حيطة انا تحتها منشفة، شايفين صبايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهي قلبتها هذا صبايا، انا قلبتها بهذا الشكل، بس بدي افرجيكم انه يعني باذن الله شغل معلمية. وهلا رح ارجع اقلبها على الطرف الثاني صبايا، وهي قلبتها على الطرف الثاني، لانه انا ما عم بعطيكم وصفة بس هيك شغل نت، عم بعطيكم وصفة تكون شغل معلمين مثل ما انكم شايفين، بس لانه الصحن يعني لازم يكون اكبر من هيك. وهي هلا رح اطالع لكم قطعة واورجيكم اياها. مثل ما انكم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. صبايا وهي سخنة قلبتها، ما استنيت عليها تبرد، بس هيك عشان افرجيكم اياها. شايفين صبايا؟ صبايا بس هيك حبيت افرجيكم اياها شلون السميدة اخذي حقها. شايفين؟ نحنا ما بدنا هريسة تكون يعني متكبتلة او بكون متجمعة على بعضها. شايفين صبايا؟ والله ولا اروع من هيك وصفة. ان شاء الله تنال اعجابكم يا رب، واذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة، وان شاء الله بشوفكم بفيديو جديد وباحسن الوصفات.